سلام الله عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحال اللي كتشوفوا في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقة تحضير هذه الحلوى الرائعة في المنظر. أما المذاق غنخليكم إن شاء الله حتى تجربوها وانتم تحكموا، صراحة كتجي رائعة رائعة. يعني أنا من الحلوى المفضلة عندي، كتجي على شكل كيك لكن بواحد المقادير اللي هي بسيطة مع فاكهة الإجاص اللي هي كتبان لكم من الفوق، لكن الإجاص بواحد الطريقه اللي مكرمل. يعني غادي نعملو الكراميل وغادي نطيبوه في داك السيرو ديال الكراميل حتى يشرب لينا اللون والمذاق ديال الكراميل، وبهيدا غادي يعطينا واحد النكهه اللي هي مميزه جدا جدا. غادي نشوفوا هذا الشيء كامل في التفاصيل والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. وغادي نبداو بالاجاص او البعويد او النقاص، كل واحد شنو كيسميه على حسب المناطق. غادي نحتاجوا واحد الكميه ديال الاجاص اللي خصو يكون مازال ما طايبش بزاف، يعني مازال واقف شاد في راسو باش ما يذوبناش بين يدينا وما يتخسرش الشكل ديالو حنا كنقيوه، وكذلك ملي يطيب يبقى محافظ على الشكل ديالو. بالنسبه للحلوى اللي شفتوا معايا غادي نحتاجوا 4 ديال الاجاصات فقط، لكن هنايا غادي نحضر واحد الكميه اللي هي اكثر من 4 ديال الاجاصات اللي غادي نحتاج. غادي نستعمل 4 ديال الاجاصات في الحلوى ديالنا، والباقي غادي نحتفظ به في الثلاجه باش نحضر بها حلويات اخرى ان شاء الله. بحال اللي كتشوفوا كنقشر هاد الاجاص او البعويد، ومن بعد غادي نقسم كل وحده على جوج وغادي نحيد لها داك القلب وكذلك حتى الجذع اللي كيكون الفوق، وغادي نقيها بحذر باش نحافظ على الشكل ديالها. يعني النصف ديال الاجاصه خصو يبقى محافظ على الشكل ديالو. صافي غادي نستمر على هذا الشكل الى حتى نسالي الاجاص ديالي. انا غير غادي نوريكم هاد الجوج الاولى وغادي نمشي نحضر الكراميل. وانا كنحضر الكراميل وانا كنقي في الاجاص ديالي حتى نسالي، يعني غادي نعمل جوج خدمات في مره واحده. ودابا غادي نمروا لتحضير الكراميل او السيرو اللي غادي نكرملوا فيه الاجاص. غادي ناخذوا 400 غرام ديال السكر اللي غادي نقسموه على 3. غادي نوضعوا الثلث ديالو في واحد الطنجره او واحد الكاسرول ونخليوه بلا ما نحركوه حتى يبدا يذوب من الجوانب او يتكرمل. من بعد فاش نشوفوه تكرمل من الجوانب غادي نبداو نحركوه بواحد الملعقه خشبيه ونزيدوا الثلث الثاني، لان هيدا غادي يسهل علينا باش تكرمل. ملي كتكون الكميه كبيره كنخدموها بهذه الطريقه هذه، الا كانت كميه صغيره كنعملوها مره واحده، لكن ملي كتكون الكميه كبيره فضروري خصكم تخدموها على مراحل باش كيتكرمل بلا ما كيتحرق. وهانتوما هنايا زدت الكميه الثالثه، فغادي نخليو السكر الى حتى يبدا يذوب، عاد غادي نحركو الى حتى كيذوب لنا مزيان. غادي نحاولوا اننا نطيبوه شويه باش يعطينا داك اللون البني الغامق. النار مهيله وتحرك وحنا كنطيبوا فيه باش يعطينا داك اللون اللي حنا بغينا اللي غادي يكون في الاجاص ديالنا. وهنايا غادي نضيف لتر من الماء، غادي نبقى نضيف شويه بشويه. نتوما كتعرفوا التفاعل ديال الماء البارد مع الكراميل، يعني كيتحجر داك الكراميل، وكذلك ممكن انه يطلع واحد الربول اللي قوي. فكونوا حذرين على وجوهكم، دائما بعدوا الوجوه ديالكم على الطنجره اللي كيكون فيها اي حاجه ماشي غير الكراميل. فاش تبغيو تضيفوا شي حاجه بارده على شي حاجه سخونه دائما حضيو راسكم من داك التفاعل. وغادي نبقاو كنحركوا الطنجره ديالنا الى حتى يذوب داك السكر او داك الكراميل اللي تحجر، وغير نحسوا بالكراميل داب في مره. غادي نوضعوا الاجاص في داك السيرو. غادي نوضع الكميه اللي عندي ديال الاجاص كامله في السيرو. نتوما الا غادي تعملوا فقط 4 ديال الاجاصات على حسب الحلوى فممكن انكم تعملوا 100 غرام ديال السكر. غادي تكرملوه وتزيدوا عليه 4 لتر اي 250 مليلتر ديال الماء، وغادي تعطيكم نفس النتيجه. الا كنتوا باغيين تحضروا كثير فممكن تعملوا بحال اللي عملت انا 400 غرام ديال السكر مع لتر كامل ديال الماء. وهنايا غادي نخلي هذا الاجاص تقريبا 20 دقيقه. بحال اللي كتشوفوا كيطيب، ما تخافوش منه، ما غادي يذوب ما غادي يهرب. من بعد غادي نطفي عليه البوطه وغادي نخليه ليله كامله. دابا هذا التحضير حضرته نهار قبل، حضرته في الليل وخليته ليله كامله باش كيتشرب لي داك الاجاص اللون ديال الكراميل وكذلك النكهه ديال الكراميل. داك الطبسيل اللي زيدته من الفوق غير باش كيضغط لي على الاجاص كيهبط لتحت وكيخليه يشرب على خاطرو داك المذاق ولا اللون ديال الكراميل. هنايا بحال اللي كتشوفوا من بعد ليله
كامله. ملي بغيت نحضر الكيك جبدته، هانتوما كتشوفوا معايا اللون اللي رجع فيه الاجاص، كذلك المذاق رائع جدا. راه ممكن تاكلوه هيدا كتحليه وممكن تحضروا به الحلويات. وغادي نمروا لتحضير الكيك. غادي نحتاجوا بيضتين بحراره المطبخ، البيض متوسط. غادي نحتاجوا نصف كاس ديال العنبه من السكر، غادي نحتاجوا نصف كاس ديال العنبه ديال الزبده، غادي نحتاجوا ملعقتين كبار ديال الياغورت الطبيعي، غادي نحتاجوا قبصه ملح، وغادي نحتاجوا كيس من الفانيلا او غادي نعوضوها بقطرات من الفانيلا السائله، وغادي نحتاجوا 8 او 7 غرام ديال خميره الحلويات اي البيكان باودر، وغادي نحتاجوا الدقيق الممتاز اللي خصو يكون منخول او مغربل، وغادي نحتاجوا اللوز افيلي للتزيين. ونبداو على بركه الله في تحضير الكيك. غادي نوضعوا البيضتين من بعد ما نهرسوهم طبعا، وغادي نبدا نخلط غير بالفوي او الخلاط اليدوي. غادي نزيدو عليه السكر، نصف كاس ديال العنبه ديال السكر، وغادي نزيدو الساشي او الكيس ديال الفانيلا، وغادي نبدا نخدم هاد البيض مع السكر مع الفانيلا مزيان. غادي نزيد القبصه ديال الملح، ضروري هاد القبصه ديال الملح لتعديل الذوق. غادي نبدا نخدم بهاد الخلاط اليدوي، لكن ما غادي نقدرش لان كيتعب لي الكتف ديالي، عندي واحد المشكل في الكتف. غادي نرجع للخلاط الكهربائي، وغادي نخدم البيض مع السكر مزيان الى حتى يتضاعف الحجم وكذلك كيتفتح اللون ديالهم. ودابا غادي نبدا نضيف الزبده الدائبه، نصف كاس ديال الزبده دايبه، شويه بشويه، ما غادي نضيفوهاش مره واحده، غادي نضيفوها على مراحل وحنا كنخدموا. بحال قلت لكم ممكن انكم تخدموا غير بالخلاط اليدوي، نفس النتيجه كتعطي. وهنايا غادي نضيف ملعقتين كبار مملوئين من الياغورت الطبيعي، حتى الا كان عندكم الياغورت الطبيعي اللي مسكر ما كاين حتى مشكل، لكن الا كان مسوس غادي يكون احسن. وغادي نرجع كنخدم مزيان صافي. وهنايا العناصر تخدمت، وصلنا للمرحله اللي غادي نضيفوا فيها الدقيق. ما عندناش شي كميه معينه ديال الدقيق، خصكم تشوفوا معايا القوام، غادي يكون شويه ثقيل على القوام ديال الكيك. هنايا وضعت واحد الكميه ديال الدقيق وضفت عليهم نصف كيس ديال الخميره الحلويات اللي فيها 15 غرام، يعني قولوا 7 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. ومن بعد كنضيف شويه بشويه الدقيق حتى نحصل على القوام اللي انا بغيت. بحال قلت لكم شويه عاقد على الخليط ديال الكيك، ماشي بالدرجه ديال القوام ديال الكيك. غادي نزيدو نقولوا واحد ملعقه ديال الدقيق. هنايا استعملت هاد المول هذا، نتوما ممكن تستعملوا اي مول عندكم اللي دهنتو بالزبده وضعتو في المجمد باش ما كيتلصقش الكيك. وغادي نوضع فيه الخليط ديال الكيك بالمساعده ديال الملعقه او هاد سباتولا. غادي تحاولوا انكم تساويوا هاد الخليط في المول باش يعطينا سمك واحد. ودابا غادي تجي المرحله اللي غادي نصفوا فيها الاجاس، لكن قبل هذه غير اختياريه. واحد الكميه ديال اللوز اللي مطحون خضر ضفته من الفوق، كيعطي واحد النكهه رائعه فاش كتكونوا كتاكلوا الكيك او الحلوه ديالكم، كتحسوا بداك الطريفات ديال اللوز. لكن بحال قلت لكم اختياريه، الا ما كانتش يعني ماشي بالضروره. انا حيت كيكون عندي هاد اللوز جاهز في المجمد، فدائما كنضيفه في الحلويات ديالي، كيجيني كيعطي واحد الميزه للكيك. هنايا بحال اللي كتشوفوا معايا كنقطع داك النصف ديال الاجاصه شرائح بحال اللي كتشوفوا. فاش كنبغي نهزها كنميل داك الشرائح ديال الاجاص باش كيعطوني داك المنظر اللي مدرج، كيعطي واحد المنظر اللي هو رائع. وغادي نستمر بهذه الطريقه وكنوضع وحده قبلت وحده حتى كنسالي. طريقه سهله جدا. هنايا في اخر وحده شفتوا على شكل اللي عطانا ديال الورده مع داك اللون ديال الكراميل اللي طلق لنا في الاجاس، عطى واحد المنظر اللي هو رائع.
وغنزينوها في العجين اللي بقى باين او خليط الكيك بشرائح اللوز او اللوز ايفيلو. غادي نوضعوها في الفران اللي مسخن من قبل على 170 درجه ونخليوها حتى تحمر من الفوق وكتكون جاهزه. ها هي بحال اللي كتشوفوا داك التحميره ديال الكيك اللي كتبان، وكذلك اللون ديال الاجاص عطاه واحد الشكل وواحد المنظر اللي هو رائع وكيشهي. وغادي ناخذ ملعقتين كبار ديال المربى ديال المشمش او الكونفيتور ديال المشمش اللي غادي نخدموه مزيان بواحد الملعقه باش ما كيبقاوش فيهم الطروفه. وغادي نبدا ندهن داك الاجاص باش كيعطيني اللمعان، وكذلك حتى داك المذاق ديال المربى كيواتي الاجاص وهذا الكيك. وهانتوما كتشوفوا معايا النتيجه اللي هي رائعه جدا. كتجي واحد الكيكه اللي هي هشيشه وكتذوب في الفم مع الاجاص اللي بمذاق الكراميل وكذلك المربى اللي وضعنا فوق الاجاص. يعني واحد النتيجه اللي هي رائعه جدا، غادي تعجبكم بزاف انا اكيده. وهنايا غادي نكون وصلت معكم نهايه الفيديو. الى فيديو قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.